سيدي خادم الحرمين الشريفين، تتفضلون أيدكم الله بتسليم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل وجائزة الملك عبد العزيز لسباق الهجن. أولاً فئة الجمل 100 حصل على المركز الأول في لون الوضح عمير بن فهد بن شنار القحطاني. حصل على المركز الأول في لون الصفر هلال بن عايض بن دغيثر العتيبي. حصل على المركز الأول في لون المجاهيم حمد بن عوضة بن علي المري. حصل على المركز الأول في لون الشعل مطلق بن صقر بن عبد الله الفطيماني السهلي. فئة الجمل 50 حصل على المركز الأول في لون المجاهيم سمو الأمير عبد الرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود. حصل على المركز الأول في لون الشقح موسى بن عبد العزيز بن عبد الله الموسى. حصل على المركز الأول في لون الحمر عايض بن رفعان بن عايض القحطاني. حصل على المركز الأول في لون الشعل مترك بن نايف بن تركي بن حجنة. حصل على المركز الأول في لون الوضح طلق بن ضافي الروك القحطاني. حصل على المركز الأول في لون الصفر محمد بن فهاد بن جخدب السعدي القحطاني. أما في فئة الجمل 30 حصل على المركز الأول في لون الوضح تركي بن سعد بن سويد الحقباني. وحصل على المركز الأول في لون الصفر عبد الله بن ناصر بن عبد الله الجبري. وحصل على المركز الأول في لون المجاهيم سيف بن محسن بن بخيت بن حفيظ المزروعي. وحصل على المركز الأول في لون الشعل فالح بن محمد بن فالح بن شويشان. وحصل على المركز الأول في لون الحمر نايف بن عبد المحسن بن صالح الراجحي. أما في لون الشقح فقد حصل هادي بن عبد الله بن عبد الهادي الدوسري على المركز الأول.
أما في سباق الهجن ففاز بالمركز الأول في شوط الزمو العام نبه لمحمد بن راشد بن غدير من دولة الإمارات العربية المتحدة. وفاز بالمركز الأول في شوط الزمو المفتوح غازي لهجن الرئاسة ومضمره أحمد محمد الخيلي. وفاز بالمركز الأول في شوط الحيل عام هلا لسلطان السبوسي من الإمارات العربية المتحدة. وفاز بالمركز الأول في شوط الحيل مفتوح مرضية لهجن الرئاسة من الإمارات العربية المتحدة والمضمر أحمد محمد الخيلي. والآن تكرمون يا سيدي الراعي الإعلاني للمهرجان الشركة العربية للتعهدات الفنية، يتسلم التكريم محمد الخريجي.